اللي خلاني افكر في فكره الفيديو ان انا كنت قاعد عند ناس يعني بنفطر، وبعدين ففي جت تمثيليه، فاتنين في بنتين قاعدين، وبعدين واحده قالت جه مشهد الراجل بيخون مراته، فراحت البنت قالت الرجاله مفيش فايده فيهم، فراحت البنت اللي جنبها قالت لها حاجه زفت ماشي، والاتنين واحده مش متجوزه. فانا ايه اللي زعلني انه دلوقتي اولا اغلبيه طبعا غير المسلسلات، ما احنا كنا بنقول زي اللي هو برضو موضوع الاغاني، هو المسلسلات بتقعد تجيب لك كميه قرف، وبتتكلم على ايه اللي هو هم عاملين زي كده مشهد كده اللي هو ايه تسخيني كده، ووقوف في الصف بعض ان الستات كلها بتتخان والرجاله اوحش حاجه في العالم. انا بقول لكم انا من عندي انا بيجي لي كميه كومنتس وتعليقات والله العظيم عن رجاله بيتعمل معاهم ايه او بيتخانوا، بس هو المشكله ان الرجاله ما بتتكلمش، مش بيجيبوا سيره الموضوع اصلا. مفيش راجل هيروح رايح قاعد لواحد صاحبه ويقول له او يطلع يعمل فيديو او يقول انا اتخنت، لا الستات هتروح عامله شله وجروب كامل يقولوا ان كلهم ازاي اتخانوا خلاص. بس الرجاله ما بتعملش كده، لان هو الراجل بياخدها على نفسه قوي، لو انا يعني هيتقال عليا ايه يعني انا اتخنت، هو انا مش راجل، مش عارف اظبط اللي معايا، مش عارف ابقى مالي مركزي، مش مع ان هو ممكن يكون عامل كل حاجه، بس هي واحده خاينه مثلا، فاهم قصدي. بس طبعا كل الكلام ده ما يفرقش معايا في حاجه، مش دور ما يعني كده كده اللي هو النوع ده من البلبله الناس بتحبه قوي، وبيجيب سواء لو مسلسلات او حاجات كده بيعمل فيوهات، والناس بتحب ترغي عامه، يعني في ناس بتحب كده تعمل شله وتقعد تتكلم في كلام فاضي. بس بجد اللي بيتأذي في القصص دي الناس اللي هم الصغيرين، يعني واحده بنت عندها 18 سنه 17 سنه قاعده بتسمع الرجاله مفيش فايده فيهم، مالهمش امان، عمرك ما تامن للراجل. ايوه الرجاله بطبعهم خاين، دي كومنتات بتقال كتير عامه عمال على بطال، حتى لو ما حد ما عندوش علاقه حصل له فيها خيانه مفيش، هو بيقولوا الكلام ده بيتردد كده كده. هو اصل الراجل طبع بطبعه، لان دي حاجه جايه من الايفولوشن بتاع الراجل، ان هو بيروح كده يحب يبقى هانتر، صياد، يبص كده على الحاجات اللي حواليه بجد، بص انا جامد ازاي، دي يا جماعه دي من انت هتعاكس الطبيعه. ايوه يا جماعه انتوا بطبعكم خاينين، طب بس انا مش بخون. يا شعراوي انت حاله شاذه، لا انتوا اللي انت. فالمهم اللي عايز اقوله يعني عشان ما تخلوش البنات انتوا بتحذروهم من الحاجات اللي انتوا مريتوا بيها، بتحطوا في دماغهم افكار ايا كان بقى، سواء على الرجاله، سواء على الحياه عامه، سواء على علاقتها مع صاحباتها، سواء على شكلها، ايا كان انتوا بتخلوا البنات الصغيره بتتحط في دماغها حاجات منيله، ما بتعرفش لو دخلت في علاقه مع جوزها حتى عادي ممكن العلاقه تخرب وتبوظ بسبب حاجات قاعده بتحطها في دماغها من تجربة ناس تانية زي الجروبات اللي هي المنيلة دي. والرجالة بالتالي ممكن ما يبقاش فاهم ايه اللي بيحصل، او بيخش في التجربة تبقى تجربة منيلة، مش مبسوط، مش فاهم ايه اللي بيحصل معاه، هي ليه البنت دي بتعمل كده والكلام ده كله، وقلقان وخايف يروح يتكلم وخايف يتقدم وخايف مش عارف ايه، بسبب حاجات بيسمعوها من الناس اللي حواليهم ما فيهاش اي صحة. التعميم عامة في الحياة مش معنى، حتى لو انت دخلت لقيت ان مثلا في احصائية بتقولك ان الراجل في من ضمن 10 رجاله في 7 بيناموا مع ستات فوق ال 65، اللي هو ما تقعدش بقى تفتي وتقرفني وتقرف الناس مقالات ايه والارقام ايه احصائيات ايه، هو في حد؟ ما فيش حد هيعرف. يعني الستات زي ما كنا بنقول هم بيحبوا المشاركه، فمش شرط تبقى اصلا القصه حقيقيه. يعني انا عايز اشارك في ستات شله قاعده، ما انا لازم كمان واحده كده عايزه تعلي على صاحباتها البنات، فانا لازم اقول برضه ان انا لا انا اتخنت، بس طريقه هيكون اوحش من طريقتي اللي انا اتخنت بيها، ده انا اتخنت في ميدان، خانها في الميدان مع البنت التانية. فلا بلاش الكلام الفارغ ده عشان ما نأذيش ولادنا. وبس حاجه سريعه عايز اقول عليها، البطوله والتفاصيل بتاعتها انا هحطها تحت الفيديو، هتعمل فورمه وهتكسب فلوس، اكل وتمرين وتغذيه، وتمرين بيتغير لك كل شهر، يعني بص في شهرين هتعمل فورمه بجد، كده كده مش تخسر حاجه ان انت تعرف تفاصيل. فابعت للرقم اللي تحت الفيديو وخلينا كده نشوف ايه النظام. شكرا يا جماعه ان انتوا اتفرجتوا، واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.